بدأ فيلمنا مع كيم وهو قاعد يفطر مع مراته سون، وفجأة بتعدي أكتر من عربية متحملة بالطوب وبتملى الجو تراب. فبتدخل سون بالأكل بسرعة قبل ما التراب يجي عليه. ومبيكملش كيم فطاره وبيكون متضايق جدا، وبعدها بيروح لموقع البنا اللي هيتعمل فيه منتجع سياحي. وهناك بيتخانق مع العمال بسبب إن الموقع مخلي الزبائن متجيش عنده، ويكون عايز يتكلم مع مدير المكان، لكن العمال مش بيسمحوله وبيطردوه بره الموقع. لكن كيم مش بييأس وبيجري بسرعة ناحية الإدارة، لكن فجأة بيخبط في طفلة صغيرة اللي بتكون بنت صاحبة المكان. فبتجري صاحبة المنتجع على بنتها وبتتخانق مع كيم وبتطرده من غير ما تسمعه. بيمشي كيم وهو حزين ومحبط ومش بيكون عارف يعمل ايه. وبتبلغ عنه صاحبة المكان وبتخلي الشرطة تقبض عليه. وفي البيت بتبقى سون طالبة فستان غالي جدا، فبتقرر إنها تلغي الطلب بسبب ظروفهم المادية. بتبقى بتصنع ألعاب أطفال وبتبيع العشرة بنص دولار بس عشان تساعد في المصاريف مع كيم. في مركز الشرطة بيتم التحقيق مع كيم، وبتكون الشرطة عارفاه وتقوله يبطل يعمل مشاكل في الموقع، وإن مش عشان هو مش عارف يشتري البيت، إن والد زوجته بيعمل إزعاج في كل مكان. وبيقول له شرطي منهم إنه سمع إن والد مراته على الأرض أصلا. فبيتعصب كيم عليهم وبيشتمهم، فبيعمل له فيه الشرطي محضر سب وبيخليه يدفع غرامة. وبيرجع كيم البيت وهو يائس وحزين، وبتسأله مراته عن المكان اللي كان فيه، لكن كيم بيقولها إنه مكانش في حتة، وبيسألها لو والدها فعلا على الأرض. فبتقوله إن الأقساط اتراكمت عليه وإنه ممكن يبقى باعها. فبيتضايق كيم جدا وبيقولها إن المفروض كانت تقوله. فبتسأله سون ليه بيعاتبها وإن هو اللي طلب منها يجوا المكان ده، وتقوله إنها كانت فاكرة إنه هيشتغل ويسددوا تمن البيت. فبيخرج كيم من البيت وهو حزين ومش بيكون عايز يتكلم مع حد. وبيروح لمحل صغير وبيطلب من صاحبة المحل أرخص علبة سجاير وأرخص مشروب، لكنه مش بيقدر يدفع تمن المشروب. فبياخد السجاير بس وبيخرج يقعد برا المحل. فبتيجي حفيدة صاحبة المحل وبتديله المشروب اللي كان عايزه، وتقوله إن دي مكافأة من جدتها بسبب اليوم اللي وصلها في المدرسة. وبيشكرها كيم وبيهزروا مع بعض، وبيظهر إنه بيحب الأطفال. فجأة بيجي شخص اسمه الرئيس يان واللي بيرمي المشروب من إيد كيم وبيهجم عليه هو ورجالته. بيحاول كيم يدافع عن نفسه، لكن بيبقى هو ورجالته كتير وبيضربوه. فبيضرب كيم الرئيس ين ضربة قوية وبيعوره، وبتخلص الخناقة وبيروح الرئيس ين مع رجالته الحانة. وهناك بتبقى صاحبة الحانة عارفاها وبتعالج وش ين اللي اتعور بسبب ضربة كيم. وبيبقى ين متعصب جدا لأنه اتضرب. فبتقوله صاحبة الحانة إنها مش فاهمة ازاي سول اختارت شخص زي كيم، إنها كده اختارته بسبب وسامته. فبيتضايق ين جدا وبيسيب الحانة وبيمشي. فبيقول لها واحد من رجالته ما تجيبش سيرة سول قدام ين تاني، وده لأنه لسه عنده مشاعر ناحيتها. وبيظهر إن ين بيكره كيم، وده لأن سون اختارته مكانه. وفي تاني يوم بيروح كيم لشغله في الورشة اللي بيبقى شغال فيها كميكانيكي. وبعدها بيروح لبيت أهله، وده عشان يحتفلوا بعيد ميلاده. وقبل ما يخبط على الباب بيسمع والدته وإخواتها هما بيشتموه ويتريقوا عليه بسبب فقره. بيعاتبوا سون لأن اختارته بدل ين اللي كان هيخليها عايشة عيشة محترمة. بتتعصب عليهم سون وتقول لهم إنها زهقت من كلامهم. وبيمشي كيمو ومش بيرضى يدخل بعد ما بيحس بالإهانة. وبيرمي التورتة في الأرض وبيفضل ماشي لوحده. فجأة بيشوف عربية متعطلة على الطريق، فبيروح عشان يساعد صاحبه. وهناك بيلاقي راجل ومراته، وبيبقى كاوتش عربيتهم دخل فيه مسمار. بيقول لهم كيم إن موقع البنا هو السبب، يصلح لهم العربية، لكن بياخد منهم مبلغ كبير جدا. بيفرح كيم جدا وبيرجع البيت وهو مبسوط. وهناك بيلاقي مراته بتديله فلوس من والدها عشان يدفع فواتير البيت، لكن كيم بيرفض ياخدهم وبيديها الفلوس اللي اشتغل بيها ويقول لها إنه يقدر يدفع بنفسه. فبتفرح سون جدا وبتبدأ تحوش فلوس. وينام كيم وهو مبسوط. وفي تاني يوم بتصحي مراته عشان يصلح عربية واحد من اللي بيشتغلوا في الحكومة. فبيصلح كيم العربية وبياخد مبلغ قليل جدا، على عكس الزباين اللي في اليوم اللي قبله. فبيديه موظف الحكومة مبلغ أكبر وبيشكره وبيمشي. ويلاحظ كيم إن الزباين كلهم عندهم مشكلة في كاوتشات العربية، واللي بتبوظ بسبب المسامير اللي في الأرض. بالليل بيبص على الطريق وبيلاقي كمية كبيرة من المسامير والحديد في الأرض، ويشوف العربيات وهي بتعدي عليه، لكن مش كلهم بيحصل لهم حاجة، وده بسبب السرعة اللي العربية بتكون ماشية عليها. وفي تاني يوم بيلاقي إن مفيش أي زبون جه. فبيروح للطريق وبيلاقي إن المسامير كلها اختفت وكأن حد نضفها. فبيرجع الورشة وهناك بيشكل الحديد بطريقة معينة، وده عشان يبوظ كاوتش العربيات بسهولة. وبالليل بيحط الحديد بشكل معين عشان يضمن إن العربيات تعدي من عليه. فجأة بتشوفه مراته وبتسأله عن اللي بيعمله، فبيعترف لها كيم إنه بيحط المسامير قصد عشان يجيله زباين أكتر.
ويقول لها إن الأغنياء هم السبب إن شغلهم يقع، وإن مفيش مانع إنه يسرق شوية من الأغنياء دول. بتوافق سون وهي متضايقة وبتقرر تروح معاه. هو بيحط وبيزيدوا الزباين وبيزيد معاه الفلوس اللي كان بيكسبها، لكنه مش بيكون أمين وبيغير سعر الكاوتشات حسب نوع عربية كل شخص. بيبدأ إنه يسدد ديونه وبيخلي سون تعمل شعرها وكمان تشتري الفساتين اللي هي عايزاها. وبيقرر إنه ميشتروش أي حاجة لنفسه غير لما يشتري البيت، وده بيكون هدفه الوحيد. وفي يوم بيقرر إنه يفسح حفيدة صاحبة المحل اللي بيشتري منها على طول، وده لأنها بتكون طفلة يتيمة وجدتها ست عجوزة ومبيكونش في حد مهتم بيها. وبياخدها معاه على الموتوسيكل وبيخليها تاكل آيس كريم وبيرجع البيت وهو مبسوط. وهناك بتقوله سون إنه مش لازم يفسح الطفلة تاني، وده لأن عندها جدتها ممكن تفسحها. وبيقولها كيم إنها يتيمة وإنه مش فاهم السبب اللي مخليها متضايقة. فبتقوله إن والدها متضايق لأنه بيفسح طفلة غريبة مش بيفسح أحفاده. وبيقولها إن كل واحد فيهم عنده أب. وبيظهر إن كيم شخص طيب على عكس سون اللي بتكون مهتمة بالفلوس وبرأي والدها وبس. وبالليل بيروح كيم وسون عشان يحطوا المسامير كالعادة. فبتقترح عليه سون إنه يثبت المسامير في الأرض، وده عشان ما يضطروش يجوا كل يوم. فبيقرر كيم إنه ينفذ الفكرة، لكن فجأة بتيجي عربية من عربيات الشرطة ويكون فيها شرطي ومراته. يسألوا كيم عن اللي بيعمله، فبيقول لهم إنه ضاع محفظته مش أكتر. فبيقول له الشرطي إنه ممكن يدور معاه، لكن بيحاول كيم يبعدهم وبيغير الموضوع وبيسأل عن المكان اللي جايين منه. فبتقول لهم مرات الشرطي إنهم كانوا في تجمع عائلي. فبيسأل كيم للشرطي إنه مسموح له يروح بعربية الشغل المشاوير، وبيخاف الشرطي إنه يبلغ عنه وبيسيبهم وبيمشي. ويضطر كيم إنه يصبر كام يوم، وده عشان الشرطة ما تشكش فيه. بعد أيام بيرجع تاني يثبت المسامير في الأرض. بيحل مشكلة السرعة بإنه يحط يافطة مكتوب عليها إن السرعة لازم تكون أقل من 60. وتجيلهم كمية كبيرة من العربيات. بيكسب فلوس كتير. بيلاحظ كل اللي في المدينة شغل كيم. بيوصل الخبر لين واللي بيكون غيران منه. في يوم بتبقى مديرة المنتجع رايحة الموقع، تعدي على المسامير اللي في الأرض. بتضطر إنها تروح لكيم في الورشة. وبيعرف كيم إنها صاحبة المنتجع. بيبقى يعاملها بوقاحة ويتأخر عليها جدا. فبتضطر صاحبة المنتجع إنها تقعد معاهم في البيت. وهناك بتشوف سون وهي بتعمل الألعاب وبتعرف إن سعرهم رخيص جدا. فبتتعصب عليها وبتدفع لها فلوس زيادة. فبتحس سون بالإهانة والغيرة. وبعدها شوية وبيخلص كيم العربية، وبيقرر ياخد من مديرة المنتجع 2000 دولار. بتتصدم صاحبة المنتجع وبتقولها إنها استغلالي، وإنه يفضل في مكانه بسبب فقره واستغلاله للناس. وبتديله الفلوس وبتمشي. وبعدها بتسأله سون عن الوقت اللي هتبقى فيه زي مديرة المنتجع. فبيقول لها إنهم أول ما يشتروا البيت كل حاجة هتبقى كويسة. وبتعدي الأيام وفلوس سون وكيم بتزيد. وفي يوم بتحصل عملية اختطاف لبنت صاحبة المنتجع. وبتيجي الشرطة تسأل صاحبة المنتجع على الأماكن اللي كانت موجودة فيه. فبتفتكر ورشة كيم وبتشك إنه خطف بنتها، لأنه بالنسبة لها شخص طماع. فبتقرر الشرطة إنها تفتش بيته وتقبض عليه عشان تحقق معاه. ومش بتلاقي في بيته أي حاجة، ولا بيكون عند كيم قرايب أو أصحاب في المدينة. وبيراجعوا كل الكاميرات المراقبة ومش بيلاقوا أي حاجة. بيعرفوا إنه كيم بريء وبيضروا إنهم يسيبوه. بيحس كيم بالإهانة بعد ما الشرطة بتكون بهدلته من غير ما يكون أصلا عارف السبب في القبض عليه. وبيبقوا بيسألوا أسئلة عامة عن الأماكن اللي كان موجود فيها من غير ما يبلغوا بإنه منهم في قضية اختطاف. وبعد يومين بيرجع كيم أخيرا البيت، وبتكون مراته خايفة جدا إن الشرطة تكون كشفت اللي بيعملوه. لكن كيم بيتخانق معاها لأن كل ده اللي فارق معاها بس. فبتعتذرله وبتعمله الأكل، لكن كيم بيرفض ياكل وبيقرر يكمل عمل المسامير. وده لأنه بيكون عايز ينتقم من المدينة كلها ويسرق كل اللي فيه بعد اللي عملوه فيه. وتحس سون بالخوف من طريقة كيم وتصرفاته الغريبة. في مركز الشرطة بيتكلم واحد من الشرطيين مع الرئيس، بيحكي له عن حادثة الاختطاف اللي حصلت. فبيقول له إنه متأكد إن كيم هو اللي خطفه. وبيقول له إنه هيخلي رجالته يدوروا معاه. بيقول له الشرطي إن التحقيق سري وما ينفعش حد يعرف عنه حاجة. بيقول له إنهم ممكن يراقبوه ويقرروا إنهم يقسموا نفسهم عشان يعرفوا المكان اللي كان بيروح وسبب الفلوس الكتير اللي معاه. فعلا بيراقب الشرطي بيت كيم الصبح، وبيراقب الرئيس يان بالليل. وبيجي ميعاد دورية الرئيس يان وبيشوف كيم وهو خارج بالموتوسيكل. فبيمشي وراها لكن بيكتشف إنها سول. بيشوفها وبتحط حاجة في الأرض. فبيستناها لحد ما بتمشي ويبص بالكشاف على الأرض، لكنه ما بيلاقيش حاجة. وفجأة بيدوس على مسمار وبيعرف اللي سون وجوزه بيعملوه. وفي تاني يوم بيفضل ين مستني سون في المدينة. ويقرر يبتزها
إنها تدخل في علاقة معاه في مقابل إنه ميبلغش الشرطة. وبترجع سون البيت وهي بتفكر في المفروض تعمله، وبيبقى كيم بيصلح العربية الاتنين عواجيز جدا، وبيبقوا في طريقهم للمستشفى عشان يعملوا غسيل للدم بتاع الكلى. وبيصلح لهم كيم العربية، وبالليل ما بيكونش كيم أو سون قادرين يناموا. فبتسأل سون كيم عن اللي بيفكر فيه، فبيقول لها إن الاتنين العواجيز اللي كان بيصلح لهم العربية طلبوا منه خصم لكنه رفض، وخد منهم المبلغ كامل. وبيبقى ضميره مأنبه لأنهم كانوا رايحين المستشفى. فبتقوله سون ما يهتمش وينام عشان عندهم شغل بكرة. بعدها بتسأله يعملوا ايه لو في شخص عارف اللي بيعملوه، وقرر انه ما يبلغش الشرطة. فبيتخض كيم جدا، لكن سون بتطمنه وبتقوله انها بتسأل بس. وبعدها بيناموا. وفي تاني يوم بتجهز سون نفسها وبتخرج من البيت، وبيبقى إن مستنيها في مكان معين. وتقرر إنها تخون جوزها في مقابل إنهم يفضلوا يجمعوا فلوس يقدروا بيها يسافروا من المدينة. وبتستمر خيانة سون لجوزها يوم بعد يوم، وبيبقى في قمة سعادته لأنه بيبقى لسه بيحب سون. لكن سون بتدخل في مرحلة اكتئاب، وبتبقى بتغسل هدومها بمادة سامة عشان تنسى اللي عملته. مبتكونش قادرة تخلي كيم يلمسها. وفي يوم كيم بيصلح عربية من العربيات، فجأة بيلاقي عربية عملت حادثة، فبيجري بسرعة على الطريق عشان يشيل المسامير. فجأة بيخرج صاحب العربية وبيطلع يجري، وبيستغرب كيم جدا. وبعدها بيسمع صوت جاي من شنطة العربية، بيكتشف إنها البنت المخطوفة. وبتيجي الشرطة ووسائل الإعلام، بيعتبر إن كيم بطل، وإن هو اللي قدر ينقذ الطفل. ويقبض على المجرم، وبياخد كيم مكافأة بمبلغ 50,000 دولار. ويقدر أخيرا يشتري الأرض، وبيعيش هو وسون في مستوى أحسن. وبيبقى معاهم عربية، وبيقدروا يجددوا المحل، وكمان يخرجوا في مطاعم غالية، وبياكلوا كل حاجة كانوا محرومين منها. لكن على الرغم من إنهم معاهم فلوس، إلا إنهم بيستمروا في شغلهم، وبيحطوا مسامير على طول الطريق كله. وفي يوم بينزل كيم بعربيته للمدينة، وبيبقى بيتباهى بيها قدام كل اللي اتريق عليه قبل كده. فجأة بيسمع واحد من الشرطة بيبلغ جدة اللي دايما بيقعد عندها إن حفيدتها عملت حادثة. فبيروح كيم المستشفى، وهناك بيكتشف إن المسامير هي السبب، وده لأنها خلت عربية من العربيات اللي على الطريق تميل وتخبط الطفل. وبينهار كيم، وبيفضل يتمشى في الشارع لوحده وهو حزين وحاسس بالذنب. فجأة بيقابل ين، واللي بيقوله إنه عارف اللي هو ومراته بيعملوه. فبيتصدم كيم، وبيفتكر مراته وهي بتسأله عن لو حد عرف اللي بيعملوه. بيعرف إن ين هو اللي عرف، وبيفهم إن مراته دخلت معاه في علاقة عشان ما بيبلغش الشرطة. بينهار كيم، وبيركب عربيته وهو مش مصدق اللي بيحصل بسبب طمعه. وبيشوف مراته على الطريق وهي بتدق المسامير في الأرض. فبيرجع البيت وهو متعصب، وبيقطع عقد الأرض اللي اشتراه، وبيرمي كل الفلوس، وبيكون عايز يقطعها. وبيقول له سون إنه مش عايز الفلوس، وإن هي السبب في كل اللي بيحصل له. وتحاول سون تهديه عشان ما يقطعش الفلوس. بعدها بتنهار، وهي بتقول له إنها عملت المستحيل عشان يكسبوا الفلوس دي، وإنها بقت بتكره نفسها. فبيخرج كيم برا البيت وهو منهار، ويفضل يشيل المسامير اللي في الأرض بإيده، وهو مش فارق معاه الألم، لكنه بيكون حاسس بأضعافه في قلبه. لكن بيكتشف إنه حط كمية كبيرة من المسامير لدرجة إنه مش قادر يشيلهم كلهم. فبيقول لنفسه إنه غرز منهم كتير، وجه الوقت اللي يحصد فيه كل اللي غرزه. وتكون دي نهاية الطمع والجشع. ويخلص فيلمنا. ياريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.